هي راية صاغ الإله حروفها ومواكب من عزمها تتسطر. مخطئ من قال إلى المنصة تربك من يقف خلفها، بل عيون الجمهور المجدودة إلى من يقف هنا هي من تربك الشاعر وتربكني أيضا. توضأت من نهر الإبداع والنقاء وأديت فريضة الإعجاب في محراب الشعراء، فكانت صلاة محبة وترنيمة دعاء، فالشعر ما بين القلوب بنى بحلاوة الأبيات أجمل منزل. ارتباك الشاعر على هذه المنصة ارتباك عريس مقبل على فض بكارة عروسه. ارتباك الشاعر على هذه المنصة ارتباك عريس مقبل على فض بكارة عروسه في ليلة زفافه، فالكل ينتظر صولته على سرير ليلة دخلته. وشاعر الشاب علي حسين الدبي فض بكارة قصيدته فحملت به شاعرا مبدعا سيولد في الأيام القادمة مثلما ولد اليوم من رحم ميسان شعراء مبدعين سينيرون لنا طريق الأدب الشعبي في العراق وميسان. فإن سألوا الناس يوما عن مراتبهم فدولة الشعر فوق التاج والرتب. نحن السلاطين كل الكون دولتنا ونحن بالشعر فوق الجاه والنسب. تحية من الأعماق إلى قناديل المحبة في ليل العراق، إلى شعراء ميسان من الرواد والشباب. تحية لهم بقدر عتبي عليهم إنهم ابتعدوا عن التغزل بالعمارة. هي العمارة فجر العمر مرضعتي ولا أزال رضيعا حين تنخاني، تكاد تهوي على أقدامها شفتي أمي وربة إنجيلي وقرآني. إنها ميسان التي قال عنها الكبير عبد الرزاق عبد الواحد: يا نبعة الطيب يا مسدولة الستر يا أم أطيب من في الأرض من بشري، ويا كريمة نفس من طفولتها لليوم تطحنها الدنيا ولم تجري، بل كلما ظلمت زادت مروءتها وكلما ضرت استعصت على الضرر. إني عهدتك يا ميسان أغنية للماء ما اتكأت إلا على نهري، إني عهدت زرعك تسبي العين خضرته لله بيدره من بيدر النظر، عهدت أهلك والأهداب حالمة كأنها زرعت في درة القمر. تحية للجنة التحكيمية، تحية للجمهور، للشعراء، لكل متذوقي الشعر والأدب. شكرا.